أنا خالد عيسى محمد الغنام، مواليد 2000 من مدينة الخبر العظيمة. طبعا مدينة الخبر أسميها العظيمة. لاعب نادي الاتفاق. كانت والله بالحارة مع تقريبا أكاديمية الجسر. عندنا كان جميع مدربين 2 تقريبا، وسووا أكاديمية واستمريت معهم والله، وواصلت بعدها في كرة القدم. كنت أروح مشي تقريبا 10 دقائق من بيتي الأكاديمية. يعني الصدق كنت أخذ لي من بوفية، أخذ لي بيض وعصير ربيع، بعدها أروح الملعب. يعني جدولي مترتب على ذاك اليوم. يعني بعد المدرسة أخذ لي كذا تقريبا ساعة ساعتين، بعدها أروح الأكاديمية مشي ونكمل تمريننا هناك. يعني كان أغلب الوقت كنا نلعب كورة. أكثر شخص دعمني أخوي عبد الله. الصدق يعني كان كنت أتمرن معاه في الحوش في بيتنا. يعني كان يقول لي زي عندك إمكانيات، استمر. يعني حفزني لهذا الطريق، وكان يوديني النادي يعني. وبعدها يعني زي ما انت شايف ربي بارك لنا في النادي ومشت معانا الأمور. والله فترة المتوسطة 2017 كنت أداوم في المدرسة، وجانا خطاب استدعاء المنتخب. تقريبا الفترة ذيك غبت على المدرسة شهر أو شهرين، وبعد حسيت أن مجالي راح يمشي في كرة القدم. أول نادي احتضنني نادي القادسية. كنت ألعب في حوارين الجسر، في نفس اللي قلت لك الأكاديمية. وجاني تقريبا خالد مبارك، كان عندنا مدرب في القادسية، ومن بعدها يعني خذاني، هو اللي وداني نادي القادسية. وكنت مع مرحلة تقريبا معهم من البراعم، وبعدها يعني استمرت الأمور معاهم، تجرج من البراعم ناشئين شباب الأولمبي فريق أول. والله أول مرحلة اللي صعبة، أول ما دخلت فريق أول حسيت جت فترة أني ما صرت ألعب باستمرار، وكانت مرة صعبة مع عدد الأجانب ومدربين مختلفين. فجت الفترة ذيك صعبة علي شوي، لكن صبرت واجتهدت. علمتني الحياة أن لازم تصبر وتكون قريب من الله أول شيء، وهذا الشيء اللي هو رجعني والله بسرعة بسرعة. لا والله ما فكرت اني ابطل، لكن جاني تبلد اللي هو لعبت ما لعبت يعني مو فارقة خلاص. وحسيت يعني الفترة الأخيرة صعبة مرة علي، فقلت وصلت مرحلة يعني خلاص ما تفرق. فجاء الجميع، يعني في ناس ما قصروا معي، ينصحوني وقالوا لي خالد ترى الكورة لازم تصبر، وهذه يعني تتحمل كورة وتكون يعني إيجابي. فبعدها يعني فكرت فيها، جلست مع نفسي، أنا قلت لازم أشتغل على نفسي، وحسيت يعني فرقت معاي والله كثير يعني. وبعدها الحمد لله يعني زي ما أنت شايف ربي موفقنا. والله موقف تقريبا أنا أول شيء أشكر فيه هو كابتن سعد الشهري، لأن الصدق وقف معاي كثير وقال لي خالد أنت لازم تركز، عندك إمكانيات وأنا إن شاء الله راح أساعدك يعني. وهذا الشيء اللي يعني خلاني أستمر وألعب بكل أريحية، وساعدني كثير الصراحة، وله فضل يعني بعد الله هو كابتن سعد. والله الفترة الأخيرة زي ما أنت شايف كنت السنوات اللي راحت مرت علي كانت صعبة، وجلست عاهدت نفسي أني أكون لازم أرجع بأقرب وقت، واجتهدت بالتمارين وصرت يعني أتمرن على فترتين. والحمد لله هذا الشيء يعني هو اللي خلاني أستمر في داخل الملعب، وإن شاء الله راح تشوفون أكثر نسخة بعد من خالد. والله باقي يعني عندي طموح أني أخدم المنتخب السعودي، أحقق معهم بطولة،
وطموحي الجاي اني العب كاس العالم معهم وافيدهم سنوات كثيرة. والطموح ان شاء الله باقي، يعني ما زلت بعمر متوسط، وان شاء الله راح اخدم المنتخب اكثر واكثر. والله ما اخفيك، انضمام المنتخب الاول كان جدا جميل، شعور لا يوصف. حتى اتذكر الوالدة والوالد الله يطول بعمرهم كانوا اتصلوا علي فرحانين بانضمامي الاول المنتخب السعودي، وحتى زملائي كانوا يعني فرحانين لي جدا في انضمامي الاول المنتخب، وشعور يعني زي ما قلت لك ما يوصف. حتى اتذكر الوالد وقف نص الطريق، شكله رايح كان يكشت، فدق علي قال لي خالد انا موقف السيارة ترى على الجنب، وشفت خبرك انك انضميت المنتخب، وانا جدا لك مبسوط. انك تلبس شعار المنتخب هذا شيء فخر بحد ذاته وشيء عظيم. والله أكثر شيء أفخر فيه إني حققت كأس آسيا مع منتخب الشباب السعودي، والمنتخب الأولمبي شاركت معهم في أولمبياد طوكيو. بهذا بحد ذاته الشيء اللي أتذكر إني أفتخر فيه، وإن شاء الله راح شارك مع المنتخب الأول ونحقق بطولات بإذن الله. والله اخترت هذه احتفالية اللي هو ملك القرصان اللي هو لوفي، لأن لوفي سويت هذه الاحتفال لأن لوفي يحارب الجميع لحاله، ففضلت هذه الاحتفالية لأنها أوضح للناس أني أنا ما زلت قوي. والله كانت مرحلة متعبة الصدق، يعني تنتقل حسا، تروح الرياض، ترجع الخبر، هذه كانت مرحلة تقريبا ما كان فيها استقرار، وهذا الشيء يعني كان متعب علي، يعني ما كان مخليني استقر داخل الملعب وخارج الملعب. فالحين جت يعني زي ما انت شايف استقريت عند اهلي في الخبر، دائما بعد التمرين اروح اسلم على امي وابوي، هذا الشيء بحد ذاته يعني يكفي. والحمد لله زي ما انت شايف الحين الامور طيبة والحمد لله. والله رسالتي للجمهور السعودي هذا بداية الطريق لمشاركة كأس العالم، واتمنى ان يدعمونا ويوقفون معنا، ودعواتهم لنا، وان شاء الله نفرحهم بأقرب وقت في بطولة بإذن الله.